السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في درسنا الثالث إن شاء الله سنتكلم عن أدوات الاستفهام. أهم أداة عند الاستفهام هي إيش، التي تقابل كلمة إيش عند إخواننا المشارقة. فنقول مثلا: إيش كتقول؟ ماذا تقول؟ إيش كتدير؟ ماذا تفعل؟ وإيش مهمة لأنها تضاف لكثير من الأدوات الأخرى. الأداة الموالية هي علاش، لماذا، علاش ما جيتيش، لماذا لم تأتي، علاش ما قلتيليش، لماذا لم تقل لي، علاش ما علمتينيش، لماذا لم تخبرني، علاش كتغوت، لماذا تصرخ. هناك أغنية هي من أشهر الأغاني المغربية تسمى علاش يا غزالي، أدعوكم للاستماع إليها وستتعلمون فيها كلمات كثيرة إن شاء الله. الأداة الموالية: كيفاش، يعني كيف، كيفاش كتدير، كيف تفعل، كيفاش غادي نمشيو، كيف سنذهب، أي بأي وسيلة مواصلات. الأداة الموالية: فوقتاش، ولتختصر كثيرا فنقول فوقاش، وهذا بالتأكيد يعني ستتعلمونه عند الممارسة كثيرا. إذن نأخذ الصيغة الأسهل وهي فوقتاش، يعني في وقتاش، يعني متى، فوقتاش غتجي، متى ستأتي، فوقتاش غنمشيو، متى سنذهب. ويستعمل أيضا إمتى، ونقول بنفس الطريقة إمتى غتجي، متى ستأتي، إمتى غنمشيو، متى سنذهب. الأداة الموالية التي سنراها هي شكون، ويمكن أن تكون اختصارا لشيكون بمعنى من. فنقول: شكون أنت، من أنت، شكون اللي عيط، من الذي نادى في التليفون مثلا. وبين قوسين عيط عند المغاربة ليس مثل عيط عند المصريين. الأداة الموالية هي شحال، أعتقد أنها اختصار لجملة إشحال بمعنى كم. يبدو أن المعنى تحور مع الزمن. فنقول: بشحال كتبيع، بكم تبيع، شحال من كيلومتر بين كازا والرباط، كم من كيلو بين الرباط وكازا. إذن كم تستعمل للوزن، للمسافة، للثمن. الأداة الموالية هي فين، بمعنى أين، فين مشيتي، أين ذهبت، فين كنتم، أين كنتم. وللسؤال عن الأصل نستعمل منين، منين جيتي، من أين أتيت. هناك عدة أدوات مركبة مثل مناش، من ماذا، مناش كتشكي، من ماذا تشتكي، مناش مصاوب، من ماذا صنع. وسنرى أمثلة أخرى إن شاء الله في حلقة قادمة
إن شاء الله دائما. إلى اللقاء في درس جديد إن شاء الله تعالى.